السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال والحلاوة ديت؟ حلو مانجا مع جيلي مع بواقي كيك. طبعا بواقي كيك قدامكم وهي باينة. لو عندك بواقي كيك جديدة ماشي، بواقي كيك بايتة ماشي. لو انت حبيتي تعملي برضو اي كيك من اللي انت شارياه جاهز، بس دي بواقي كيك في البيت معمولة باللبن، جميلة. نبدأ نستعملها في الوصفة اللي احنا هنعملها. أنا معايا كوبايتين مانجا بوريه، ما عاملاها في الخلاط. قشرتها وقطعتها وضربتها في الخلاط من غير ما احط عليها اي اضافات مية او اي حاجة. هضيف عليها كوبايتين لبن، ولو احتجت نص كوباية كمان. انا هحط كوباية ونص في الاول، علشان النص كوباية التاني هقول لكم هنعمل بايه. طبعا هحط السكر 4 معالق سكر، علشان نعمل بيه الحلو بتاعنا. نص كوباية لبن أو تلتين كوباية لبن كمان. هنحط عليهم معلقتين نشا كبار أو معلقتين ونص. أنا حطيت معلقتين. لو انت هتزودي نص كوباية لبن كمان هتحطي معلقتين ونص. ونضيف نحط الحلة بتاعتنا بقى، نرفعها على النار ونبدأ بالتقليب بتاعنا فيها. ولما تبدأ تغلي نضيف لها النشا. عايزة تضيفي اللبن والنشا على البارد ضيفي، عايزة تضيفي قبل ما يغلي براحتك. المهم انك تقلبي تقليب كويس علشان ما يكتلش معاكي وما يعملش تكتلك في الحل. انا زودت كمان نص كوباية لبن، هم 3 كبشات صغيرين. وضفت بقى النشا بتاعنا ونبدأ نلفه. طبعا هو مش محتاج فانيليا لان هو معمول بالمانجا. ونبدأ نجيب الكيك بتاعنا ونفتفته. عايزة تفتفتيه ناعم براحتك، انا مفتفتها يعني مش ناعم قوي. وابدأ بعد كده الحلويات بتاعتنا لفت اهيت، هنطفي عليها ونوزع الكيك بتاعنا في الكبات اللي احنا هنعملها او العلب. انا معايا علب هضيفه فيهم، هوزعها عليهم. عندي كمية عملت 7 علب، علب كبيرة بصراحة جميلة. خدت راحتها فيها. ونروح جايين بعد ما نوزع الكيك فيهم نضيف عليهم الحلو بتاعنا، ونشوف هنعمل ايه تاني معاهم. اي بواقي كيك يا جماعة احنا ما بنرميهاش، نستعملها بأي وصفة. في وصفات كتير لها بصراحة، وصفات جميلة بتنفع بان احنا نستعملها ونعيد تدويرها تاني للأكل، طالما ان هي مصنعة كويس. عملت معايا زي ما انتم شايفين كده 7 كوبايات، وشوية كمان باقيين حطيتهم في كوب ازاز. نشوف هنعمل ايه. احنا قلنا هنجيب الحلويات بتاعتنا ونبدأ نفرغها عليهم، ونسيب جزء من العلبة فاضي علشان نشوف هنعمل عليه ايه. انا سبت حوالي نص سنتي بس فوق في العلب، ونشوف ايه الوصفة التالتة اللي هتتحط او الوصفة التانية بعد الكيك. معايا كوباية مية مغلية، هنضيف عليها باكويين جيلي مانجا. ولو اضطرت الظروف انك ما تلاقيش جيلي مانجا، ممكن جيلي مشمش او خوخ بيقضي. ده جيلي مانجا يا جماعة. انا دوبته في كوباية المية المغلية، وهضيف عليه بعد ما نقلبه كويس. اتأكد انك قلبتيه كويس علشان تستعمل الكمية كلها. هنضيف عليه مع كوباية مية باردة، وبعد كده ننزله نضيفه على الكوبايات اهو. يا ريت ما تنسوش الشير واللايك يا جماعة علشان تساعدونا. انا طبعا راجعة بعد غياب لظروف، الحمد لله عدت على خير. طبعا انا عندي مانجا مكعبات، بدأت بعد كده اوزعها
قبل ما أضيف الجيلي، الطبقة الأخيرة. ممكن تستعملي طبعا أي حلو، ممكن تعملي حلو فراولة، حلو شربات فراولة، حلو شربات مانجا، أي حلو قدامك اعمليه. وممكن تعملي برضو حلو أبيض، حلويات قشطة بيضة، وتضيفي عليها برضو فواكه زي ما انت عايزة. بس أنا عندي المانجا فعملت الوصفة دي. هنضيف طبعا الجيلي، وبعد ما نضيفه يبقى الطبقة التالتة خلاص. هندخله التلاجة لمدة ساعتين أو ساعتين ونص على ما يبرد، وما بياخدش وقت، بس عشان يبقى ايه بارد كده وطعمه جميل. بصراحة الوصفة ديت وفرت عليا الكيك البايت، وعملت حاجة جديدة للولاد كانت عجباهم. وممكن تعملها لضيوفك ببواقي كيك عندك، جميلة. وإن شاء الله يكون فيه وصفات تانية. ما تنسوش الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.